الأخطاء. تفضل. نقول هذا ما يجري الآن هو تحصيل حاصل لما جرى في ال5 سنوات سابقة، لما كانت هناك أشخاص هنا من الجزائر كانت تحارب أي إنسان يترشح باش يكون في مبنى الكاف. الوحيد الذي يتواجد الآن هو عادل الحاجي في لا كوميسيون في اللجنة الإعلامية، وحاربوه لكي يصل إلى ذلك المنصب، والحمد لله. الجزائر ما ترفتش بالراس حتى يجي هذا الموقف الشريف وين يكونوا رجال ويحوزوا كاع هذه الهيئه الكرويه اللي راهي موجوده عند المخزن. انت موتسيبي قلت لك في حصه الفارطه قلت لك يا ليتاه ما زالوا مونديلا. والله رصاص ياكلوا يا يوسف. انت الرجل عليه عيوب كبيره في المغرب، لذا ما قدرش يتكلم، ما يقدرش يتكلم عليه افلام كثيره في المغرب. خلاص يوسف، حنا جا لهنا هذاك تلبس له برنوس الجزائري، والله ما يديروه في ظهره. انا ما نتبدلوش يوسف، خلي مهزله كرويه. حنا شابعين هذا 5 سنين وحنايا احنا ما كناش نلعبوا كره قدم، كنا نلعبوا. حتى الحكم لا نسيت الحكم اللي ما دارش النهائي تاعنا، غربال ولا اسمه في النهائيات. نعم. يا هل ترى حاكم كما هذاك اللي باستطاعته حكم مقابله نهائيه في كاس العالم في افريقيا؟ مين هذا الشيء؟ من طرف الجعجع ماهوش القجع. يا يوسف تقوم لكم خلاص. والله كارهنا يعني من كرة القدم. والله وكان تجي لي انا ماشي حتى يصدر حكم من عند المخزن هذا بانه الجزائر راح بالك ما نلعبوش عام ولا عامين، وجات لي نخرج من قارة افريقيا لمدة 5 سنوات للنهوض بالكرة الجزائرية والنهوض بالشباب تاعنا، اللي من ثم نقدر ندير فرق ونقدر ندير فريق الوطني كله من عندنا هنايا. نعم. سي لوكازيون جامي. نعم. فعل الاتحادية بالضرب من يد من الحديد. ما كاش منا احنا دوك خلاص يوسف، رانا في فساد وفساد وفساد. نعم. وربي يجيب ساعة الخير. هذا واش نقول يوسف. أستاذ ناصر. الأخطاء. تفضل. نقول هذا ما يجري الآن هو تحصيل حاصل لما جرى في ال5 سنوات سابقة، لما كانت هناك أشخاص هنا من الجزائر كانت تحارب أي إنسان يترشح باش يكون في مبنى الكاف. الوحيد الذي يتواجد الآن هو عادل الحاجي في لا كوميسيون في اللجنة الإعلامية، وحاربوه لكي يصل إلى ذلك المنصب، والحمد لله، أو انتزعها عن جدارة واستحقاق. بل حان الآن الوقت لعدم الحديث عن كرة القدم، بل إعادة هيكلة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إعادة العمل على الكواليس. وهذه الكواليس نتحدث عليها ليس من الجانب السلبي بل نتحدث عن الجانب الإيجابي. تواجد جزائريين في مبنى الكاف، في هيئة الكاف، استغلال العلاقات. وحان الوقت لاسترجاع الأشخاص الذين لهم مكانة على المستوى الفيفا وعلى مستوى الكاف للجلوس في طاولة واحدة من أجل حماية مصالح الجزائر. أتحدث عن مصالح الجزائر كرويا، لأنه ما زالت عندنا غير في الجزائر العقلية ديكارتي لي جون، انه نحو الناس اللي كانوا في السابق ولا يتواجدوا الان بنظر لاهداف او اشياء من هذا القبيل. حان الوقت لوضع اليد في اليد، لوضع اسس صحيحه من اجل استرجاع الجزائر لمكانتها خاصه في مبنى الكاف. فيما يخص نهضه بركان، اصبح يرسم خريطه من اهواء نفسه، فهو مبدا الجزائر مشت عليه للازل، وهو دفاع عن شعوب انه لا يعرف قيمه التحرر إلا من دافع بشراسة. والجزائر لا الجزائر حنايا ضعاف في هذا الأمر. لماذا ضعاف؟ لأننا مبدأنا أعلى من اللعب على الأشياء البسيطة. هذه أشياء بك تبين قيمة الإنسان. ما يلعب عليه المغرب الآن هو أشياء تبرز مدى تفكيره، مدى محدودين. خلطوا الرياضة في كرة القدم، رغم أن العلاقة كانت ممتازة بين أنصار النوادي الجزائرية والمغربية في السنوات الماضية. ظن ما هي إلا ضعف في الجانب الكروي، أرادوا به أن يخلقوا حكاية لأنه النادي تابع للقجع. لذلك هذا هو تحصيل حاصل للدناءة والرداءة والفساد الموجود على مستوى الكاف. ما قامت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على مستوى الطاس في الفيفا هو رفع قضية رسمية ضد الكاف وضد التسيير الفاسد في الكاف، وهذا كان يجب أن يكون
من انتخابات في ترشيحات كأس تنظيم كأس افريقيا، لكن وفي ترشيحات التبعية اخرى. القانونية بمعنى القوانين اللي وضعتها الكاف تتنافى مع القوانين العامه للفيفا، عدم ادخال السياسه. وصلت لشبيبه القبائل في 2011 لما رفض ان يلعب بقميص كان مكتوب بالكتابه الامازيغيه، لانه دخلوا في انه لا يجب لعب العرقيه والجهويه وامر مثل هذه. لذلك نشوف باللي ستوضع قرارات جديده او قوانين جديده لمنع هذه الامور السياسيه في الاقمصه، وتجوز القضيه، نعم جزء قضيه هكذاك برك. نعم. أستاذ ناصر، حسب رأيي هي تاريخيا حتى في تاريخ كرة القدم لا. شفنا مرة ومرتين عيدت المباراة شوف قضية. كاين كما يقولوا 5 سنوات ونحن نندد بالفساد والتأثير السلبي على الكرة الجزائرية في أفريقيا. 5 سنوات. أنا ذاك واش قالوا عليا؟ مجنون بالعظمة، ولكن ربي على باله واش كاين في القلوب. ماشي انت تقول لي كنت عارف الشيء هذا راح نوصلوا ليه واللي وصلنا ليه، تكلمنا عليه كثير، قالوا اني انا مجنون. لماذا يتكلم على المغرب هكذا؟ وقتاش يحبس الفيلم هذا؟ لازم يدخلوا لي بوليتيك باش يحبسوا. وراهم هاد البلدان هادو اللي مشاو من هذه الطريقه تاع ما كاش هذه الخريطه وكذا. لازم هما اللي يدخلوا كاع السياسيين ويحكموا هذا اللي يقول. هذه لاكاف قال ستوب، حبسينا السينما تحبس. يا ميدام ضدك، راهم ضدك وراهم خلاص محكومين ويمشيو على الاخر تاعهم سي تيرميني. سينو لو كان يولوا كل ماتش يجونا بالخريطه الوهميه. الناس هذوما كما عاودوا ولاو ما نقولش ولاو عقلهم على بالهم بلي يلعبوا بالنار. ما مش يلعبوا بالنار، هما ما عارفين وين لاحقين، وما عارفين كيفاش تصير لاكاف ايتون دوني كو لاكاف راقده مختطفه. نعم. دونك هذه وحده. ثانيا ما كاش منها هذه، ما كاش منها. ولو قال لك احنا ما نسمع عباد خير. قلت قلت القانون يطبق. ايه القانون يطبق، واش دير به القانون؟ واش يطبق القانون؟ واش راح يقول لي؟ سا سي دو سينما سا. ايماجين تا فينال تشامبيونز ليغ غدوه الريال مع دورتموند ممكن نقولوا صرا حاجه في الماتش هكذايا وديبوزاو الاخر في الطاس تاعهم، من بعد لا فينال تتلعب تديها الريال او دورتموند، من بعد تقول لهم لا الماتش يتعاود. جامي تصرا، جامي تصرا. وعلاش هما يطبقوا تمتم وانت افريك؟ خليها صح. موت تاع لا فيفا اسمه هذا بريزيدنت انفونتينو. كنت تقولوا لا كاف تبع لا فيفا هذا الانفونتينو على باله واش هو صاير، على باله واش صار، على باله لحقوا الخبر. انتوما افريك ما انت انفونتينو على بالك واش راك صاير. هذه ما تنجمش تطبقها في اوروبا، ما تنجمش تطبقها. انت من قبل قلت الطاس كاين حوايج تاع الفيفا وقالت نو جات ضد الفيفا. علاش جات ضد؟ طبقت القانون، خاطرش هذوك سي دي زوروبيان. البروبليم اللي صرا فيه بروبليم اونتر لو زوروبيان. لي زوروبيان تحفس وتديه الاخر يعطاكيك ويريبك انت كانفونتينو. من نتوما لاكاف قعدوا الهيس وديفلوبي ديروا بيناتكم. اناني كي نجي عندكم لهنايا في اليوت والبحر وكل شيء خالص ودهن سير انتوما سيس دوزيام كاتيجوري دوزيام كولاج. ما كاش من هذا. المشكل هنا وراه المشكل هنا وقتاش يحبس الفيلم هذا. لازم يدخلوا لي بوليتيك باش يحبسوا. وراهم هاد البلدان هادو اللي مشاو من هذه الطريقه تاع ما كاش هذه الخريطه وكذا. لازم هما اللي يدخلوا كاع السياسيين ويحكموا هذا اللي يقول. هذه لاكاف قال ستوب، حبسينا السينما تحبس. تبعوا كيما راه يدير لا فيفا ولا حطوها قانونيا يلعبوا اي فريق يحب يلعب بنابورت كوا. ما نقعدوا السينما استنى واقيلا منحاو طلعوا. ما تهضرليش على الكوتي تاع المغاربه يدخلوا بها نحاو. ما تهضرليش على هذا، تهضر لي على لاكاف. البروبليم في لاكاف ماهوش في هادو. بروبليم في لاكاف يا اخي. كي تشكي لاكاف تشكي لاطاس. هادوما اللي راك تشكي لهم قوه قاهره. يا ميدام ضدك، راهم ضدك وراهم خلاص محكومين ويمشيو على الاخر تاعهم سي تيرميني. دونك المشكل تاعهم يا اخي
او لي بوليتيك ريغل سو بروبليم ونقعدوا غير نرباشيو يا ريح. كاع الانصار كلنا كجزائريين نتمناو هذا السيناريو يتجسد فوق ارضيه الميدان ويعاود يرجع حقوقه، لكن الى حد الان انا كي نشوف هاد لي ريبونس تيميد تاع طاس شغل جو بار ان بو اسبوار باسكو اليوم لا فيكتيم دو سيت استوار سي لو اسماء مساكن اون اون سيمان برداو كلش تيلميا كوب دالجيري راحوا بالاخر اليوم زادوا داروا والله منحب والله رشيد سامحني والله منحب كلمه مساكن داروا قضيه تاع مبدا والجزائر كامل وي واش قلت لك الجزائريين لانه داروا ايماجيني لعبنا المباراه لا ماشي مانيش نقول لازم كانوا يلعبوا قبلنا هذه الخريطه الوهميه على لي برانسيب تاعنا ونكاليفيو لا فينال ونديو لاكوب. انا ما نديش لاكوب بصح ما تعفسنيش في بلادي ندخل انا شبري خلينا نختم علي بن شيخ. ما رايك في كل ما يقال؟ هل انت متشائم متفائل؟ تعتقد انه عدم ظهور الخريطه الوهميه غدا على لباس منتخب النسوي المغربي اللي حيلعب مع الجزائر ذهابا وايابا فيها بادره خير انه الناس هذوما كما عاودوا ولاو ما نقولش ولاو عقلهم على بالهم بلي يلعبوا بالنار، سينو كانوا يولوا كل ماتش يجونا بالخريطه الوهميه.